هتكلم مخصوص عن اليوتيوبر احمد وزينب، عشان بجد الموضوع زاد عن حجمه بطريقة غريبة جدا. انا عامة والله ما اعرفهم شخصيا ولا متابعاهم، يعني ممكن كده الفيديوهات بتاعتهم يعني بتمر قدامي، بشوف ساعات بعض الفيديوهات، لكن انا مش متابعاهم عشان انا مش جايه بدافع عنهم ولا بدافع عن حد. انا عايزه اقول كلمه حق. ايه الموضوع ده؟ السوشيال ميديا كلها ما وراهاش غير احمد وزينب. في يا جماعه؟ واللي يقول لا لازم ياخدوا مؤبد، لازم يتعاقبوا، لا يستاهلوا. ايه اللي احنا فيه ده؟ في ايه؟ مش عارفه في ايه، مش عارفه اتكلم اصلا. انا مش عارفه اتكلم بصراحه، الموضوع يضايق بجد. خلاص انتوا قلبكم على بنتهم، يعني صعبانه عليكم، يعني عمالين تقولوا لا دي شهره، ده مستغلين البنت، عاملين كده عشان الفلوس. وبقينا يعني بنبص لبعض في رزق بعض. مش موضوع ان احنا خايفين على البنت دي، لا، احنا بنبص لبعض في رزق بعض، بنستكتر على بعض النعمة. والناس بقى عمالة تتكلم، احنا اللي وصلناهم للشهرة والفلوس واللي هم فيه، احنا لازم نبطل مشاهدات، واحنا اللي خلينا الناس دي كده، والناس دي عندها عربيات وعندها فلل وعندها. لا يا جماعة، صوابعكم مش زي بعضها. مش كل اللي عنده قناة عنده فلوس وعربية. عادي، احنا على فكرة احنا لسه مبتدئين والحمد لله، يعني احنا مش لازم نحكي قصة حياتنا احنا عندنا ايه، نحمد ربنا على اللي احنا فيه وعلى عيشتنا. مش لازم نيجي نقول كذا وكذا وكذا. وبعدين حتى لو دول عندهم اللي عندهم، ربنا يدي الجميع، ليه بنستكتر على بعض النعمة؟ وبعدين غير كل ده، بنتهم عملوا فيديو وخوفوها، عملوا مقلب فيها، البنت خافت، البنت عيطت، هي بنتهم. احنا مش هنخاف على بنتهم اكتر منهم. احنا ليه بنعمل في الناس كده؟ طب هما لما يدخلوا السجن ونحرم البنت الصغيرة دي من امها وابوها، هو ده الحل؟ كده احنا عملنا الصح؟ ده المفروض يحصل يعني؟ ليه بنعمل في الناس كده؟ هنقول كلمة كويسة. وبعدين لما احنا زعلانين عشان البنت دي، طب ما تيجوا نبصوا بقى على اولاد الشوارع، الاطفال اللي متشردة في الشوارع ومتبهدلة، والاطفال اللي بتغتصب في الشوارع، ودار الايتام اللي فيه اطفال بتتعذب وفي ناس ما عندهاش رحمة، والابهات اللي بتعذب الاطفال والامهات. يا جماعة احنا عايشين في بلاوي كتير حوالينا. احنا سايبين كل ده وبندور على حاجة زي دي ليه؟ يعني؟ فخلاص يا جماعة، القانون هيحاسبهم، خلاص هو حر معاهم. احنا بقى مش هنزودها عليهم ونقعد نتكلم وده يتكلم وزي ما يكون ما خلاص ما بقاش فيه غير الموضوع ده. طب ما تيجي احنا نصلح من الدنيا شوية ونشوف الحاجات التانية ونصلح الدنيا شوية ونكسب ثواب في الأطفال اللي في الشوارع دي، بدل احنا ما عمالين نتكلم في الموضوع ده وخلاص. يا جماعة احنا مش هنعدل الكون بمزاجنا. وبعدين هما لو غلطوا غلطة أكيد حاجة زي كده هيتعلموا منها بعد اللي حصل ده. لكن احنا خلاص، احنا الموضوع عندنا مش موضوع طفلة، بجد الموضوع بقى كبير ان احنا بنبص لبعض في رزق بعض. سيبكوا بقى ان في ناس عمالة تقول اصل احمد ده دمه تقيل، اصل زينب دي دمهم مش عارفة ايه، وعمالين يغلطوا في الناس. كل ده حرام والله. ماشي، انتوا مش قابلينهم دمهم تقيل زي ما انتوا حاسين،
مش معنى كده ان احنا نظلم الناس ونقعد نقول يستاهلوا ونشمت فيهم. اصل عندهم جابوا عربيات وعملوا حاجات كتير من حقهم، مش عارفه ايه. ليه بنحقد على غيرنا ليه؟ اتمنوا الخير لبعض عشان الخير ده تلاقوه. يا جماعه حرام والله، سيبوا الناس في حالها، الناس مش ناقصه، هما كده هيتحاسبوا وهيتعلموا من غلطهم وخلاص. بس الدور والباقي على اللي بيربطوا ولادهم ويضربوهم ويعذبوهم، والدور والباقي كمان على الاطفال اللي في الشوارع. مش عارفه اقول ايه ولا ايه، والله في حاجات كتير بتصعب على الواحد، في حالات كتير صعبه قوي تستحق ان احنا نتكلم عنها، مش نتكلم عن فيديو موضوع زي ده بس. وان كان غلطوا ربنا يهديهم ويهدي لهم بنتهم، مهما كان هي ضناهم مش هيستحملوا عليها اي حاجه، هما هيخافوا عليها اكتر مننا والله، احنا مش عايشين معاهم. ربنا يهدينا جميعا يا جماعه، مع السلامه.